كذب المنجمون ولو صدقوا، ولكن مع ياسمين والعوضي صدفوا، ونبوءة العرافة اللبنانية اتحققت. فسبق وأثارت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف ضجة كبيرة بتوقعها انفصال الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي. ونشرت ياسمين والعوضي كلام المنجمة معلقين عليه كذب المنجمون ولو صدقوا. ولكن بعد أقل من شهر تقريبا تعلن الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وده من خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي، وكتبت فيه: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير. حتى إن أحمد العوضي نشر منشور كتب فيه: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير. ولكن الغريب إن الفنان أحمد العوضي احتفل بالأمس بعيد ميلاد زوجته الفنانة، واللي بيصادف اليوم 16 يناير، ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين معلقا عليها: كل سنة وانت حبيبتي، وكل سنة وانت سعيدة وناجحة. امبارح بالليل احمد العوضي نزل بوست بمناسبه عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز وقال لها كل سنه وانت طيبه. ومن نجاح لنجاح من ربع ساعه بالظبط نزلت بوست ياسمين عبد العزيز بتقول فيه ان هو تم الانفصال ما بينهم. مش عارفه اقول ايه، بس دي اوحش هديه عيد ميلاد ممكن تقدمها لاي حد في الحياه.